اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ تعالوا بقى اما نشوف عملنا صينية الفسيخ الجميلة التحفة دي مع بعض النهاردة ازاي. احلى طريقة ممكن تعملي بيها فسيخ واحلى طريقة ممكن تقدميه بيها. شايفة الصينية شكلها تحفة ازاي ما شاء الله. لكل عشاق الفسيخ بقى وكل عشاق الموالح، ولكل الناس اللي بتحب تاكل الحاجة الحلوة من ايدها كده. تعالوا بقى شوفوا الفيديو ده معايا للاخر. شايفين؟ تعالوا بقى نفتح كده على الفسيخ اللي احنا عملناه مع بعض. بجد طريقة وهمية والنتيجة حلوة قوي قوي وما خدش وقت خالص كمان حتى في الايام اللي احنا فيها دي. انا كنت بجد بقول يا ترى هيبقى عامل ايه. ما شاء الله عليه. يعني ملحه مظبوط جدا وطريقة تخليله حلوة قوي قوي. وشكله تحفة. اللون بقى الحلو قوي بتاع الفسيخ اللي الناس كلها تحبه ديا. وبجد صدمنا كده من النتيجة بتاعته. لقيته حلو قوي ولقيته كل حاجة فيه جميلة وما كانش عامل ريحة خالص في المطبخ ولا اي حاجة عشان كنت لفاه كويس قوي زي ما انتوا شفتوا كده. شايفين؟ ما شاء الله لا قوة الا بالله. شكله تحفة كده. اول ما فتحت عليه وشفت شكله كده بجد كان حاجة حلوة قوي قوي. شايفة؟ ما شاء الله ما شاء الله. الفسيخة طرية جدا ولحمتها حلوة قوي قوي وشكلها حلو بجد. شكلها يفتح النفس قوي. حتى لو ما بتحبش الفسيخ. شايفة؟ ما شاء الله ما شاء الله على اللون الجميل الوردي بتاع الفسيخ الحلو القوي ومستوي جدا جدا والله عليه والله العظيم. بجد ياريت تكملوا الفيديو للاخر وياريت تشوفوا الطريقة ان شاء الله تعجبكم. والعضمية طالعة شايفة؟ والله العظيم طعمه تحفة. اول ما دقته كده مكنتش مصدقة بجد ان هو هيبقى حلو بالحلاوة دي. شايفة؟ زبدة كده والله العظيم. شوفي ما شاء الله اللحمة بتاعته زبدة كده زبدة. مع ان يعني السمك ما كانش كبير قوي بس بجد كان تحفة. يعني حتى لو عايزة تعملي فسيخ مثلا مش عايزة تجيبي السمك الكبير الاول غالي عادي برضو دي هتنفع فيه. وكان حلو قوي قوي وكان طري وزبدة كده في الاكل وطعمه تحفة. وطريقة التخليل بتاعته كانت حلوة قوي. شايفة في السمكة يعني لونها جميل قوي وردي وجميل ازاي. وشايفة والعظمة بتشال بكل سهولة واللحمة زبدة كده وحلوة قوي. والله انا مهما اوصف لكم في حلاوة الفسيخ دي انتوا مش هتصدقوا غير لما تجربوا الطريقة دي. ان شاء الله تعجبكم وهتعتمدوها حتى لو عمرك ما عملت فسيخ خالص قبل كده وجربت الطريقة ده هي ان شاء الله هتلاقيها سهلة اوي. شايفة؟ ما شاء الله بيطلع بكل سهولة ازاي. لحمة دايبة دوب كده وجميلة وطرية جدا ولا ناشف بقى ولا مالح زيادة ولا اي حاجة خالص. يعني مظبوط كده على الشعر حقيقي مظبوط على الشعر. اول حاجة كده بقى كمية السمك اللي انت حابة تعمليها لازم تجيبيه طازة كده زي ما انت شايفة. بوريك تكون عينه كده بتلمع كده وحلو. وتغسلي بقى غسلة حلوة كده وكل سمكة كده الواحدة وتنضفي راسه كده حلو وتحطيه في مصفى كده يكون دماغه تحت وديله فوق. لازم تنضفي السمك حلو اوي وتغسليه غسلة كويسة خالص. يعني تجيبيه في نفس اليوم وتغسليه كده في نفس اليوم على طول ما تسيبهوش. لازم تعمليه وهو طازة وزي ما انت شايفة كده. هوقفه في المصفى كله كده دماغه تحت والديل بتاعه هو اللي فوق. وسبته ليلة. يعني انا عملته بالليل الساعة 8 كده او 9 بالليل. وسبته بقى طول الليل وتاني يوم اشتغلت فيه بقى. تحط كده طبق او حاجة تحت المصفى عشان الدم اللي هينزل منه كده يكون في الطبق وتغطي عليه. وتسيبيه بقى على الرخامة كده وتغطي عليه عشان ما فيش دبان او حاجة تيجي عليه. وتاني يوم بقى تعالي بقى شوفي هنعمل فيه ايه. معانا كده ملح على قد الكمية اللي انت هتعمليها برضو ومعلقتين شطة ومعلقتين كركم وبس. ودي ملح ناعم عادي خالص ولا ملح خشن ولا اي حاجة. وبقلبهم كده مع بعض تقليبة حلوة كده. وبحضر بقى الكيس اللي انت هتخليلي فيه. يكون كيس نضيف طبعا كده وحلو يعني. وبترش فيه كده رشة من الملح اللي انت عملتها دي.
هو يعني سهل قوي والله بجد، طريقة سهلة جدا وناجحة ومضمونة قوي قوي، ولا السمك بقى فيها ناشف ولا متملح زيادة ولا اي حاجة. بوريكي اهوت ان هو نزل كل الدم والمية اللي فيه. بتمسكي السمكة كده بقى من الديل كده، بتضغطي عليها بايدك كده بالراحة، تحاولي بقى تطريها كده وتفصلي كده اللحمة عن العظم بتاعها كلهم بقى، سمكة سمكة كده. وتجيبي بقى مناديل مطبخ تنشفي بقى النغنوش دي خالص، تنشفيه حلو جدا جدا من كل الدم اللي فيه. بتنشف والله وعادي خالص. اللي بتخلصيها بقى بتحطها كده جنبك، يعني يبقى عندك بقى شوية مناديل مطبخ حلوين كده، عشان ده اهم حاجة تكوني منشفة كده نغنوش السمكة مفيش فيه دم خالص. زي ما انت شايفة كده بايدك كده هتدل من ورا كده، بتفصلي كده العظم عن اللحمة كده بالراحة، وبتطر السمكة معاكي خالص. يعني طريقة سهلة اوي اوي، مفيش بجد اسهل من كده. وكمان هو السمك معايا مش كبير خالص، يعني وسط ولا كبير ولا صغير. شفتي بقى هعمل ايه؟ هرص السمك كده جنب بعضه، عكس بعضه. ومش هحط في النغنوش ملح طبعا، ما تحطش والله في النغنوش ملح، عشان لما بتحط فيه ملح فعلا بينشف السمكة وبيملحها قوي قوي. زي ما انت شايفة كده هو كل سمكة عكس التانية، وبرش عليها ملح. او مفيش اسهل من كده خالص. او صدقيني وجربي الطريقة ديت على ضمانتي، وشوفي انت هيبقى فعلا الفسيخ معاكي اجمل فسيخ ممكن تاكليه حقيقي والله العظيم. زي ما انت شايفة اهو، السمك عكس بعضه، وبرش على ملح بين كل طبقة وطبقة، برش ملح بتغطيه كده بالملح، وملح ناعم عادي خالص اهوت، مفيش اسهل من كده اهو. يا رب بقى ان شاء الله الطريقة تعجبكم. ولو حد فيكم بقى كمل معايا لغاية هنا ووصل لهنا، يصلي على النبي وما ينساش الاشتراك في القناة واللايك للفيديو. و وبجد شكرا قوي على وقتكم اللي وصل لغاية هنا، شكرا قوي قوي على وقته وعلى مشاهدته. زي ما انت شايفة اهو خلصت الكمية كلها كده. بحط بقى عليها شوية ملح حلوين كده، زي ما انت شايفة اهو بغطي السمك كله بالملح زي ما انت شفت كده. مفيش اسهل من كده. وحقيقي ما تحطش جوه السمكة ملح، تفتحي النغنوش وما تحطش في ملح والله بينشفه. وعن تجربة يعني. وده كده حطيت معلقتين 3 كده زيت زيتون، وحطيت ورقتين بس لورا كده معاه، عشان يحفظوا كده ويخلي الريحة حلوة. وحقيقي كان احلى فسيخ والله العظيم، واحلى طريقة، وديت حاجة على ضمانتي وتجربة. وكان تحفة كده وطعمه حلو قوي، وملحه مظبوط جدا جدا، وما خدش مني وقت خالص. بتربطي بقى بتخرجي الهوا منه كويس قوي، اهم حاجة ما تسيبيش فيه اي هوا، وبتربطي بقى كويس، وبتلفيه بقى كده في كام كيس كده. وبتحطيه برضو لو عندك استريتش بتلفيه في ورق استريتش، وبتحطيه بقى في كيس اسود في الاخر، وبالاستكاية كده بغطا، وبتسيبيه 3 ايام. وبعد ال3 ايام ما بيعدوا بتقلبيه على الجنب التاني. هو انا سبته في الوقت دي وفي الايام اللي احنا فيها دي بالظبط هم 10 ايام، كان اتخلل وبقى زي الفل. وما تزوديش عن كده، عشان لو زودت عن كده هينشف معاكي. وما تحطش في النغنوش برضو ملح، عشان لو حطيت هينشف معاكي. انما بالطريقة دي كان حلو وكان تحفة قوي، وكان مظبوط ملحه جدا جدا. وكان طري ومش ناشف خالص خالص. او زي ما انت شايفة كل الاكياس اللي عندك كده هاتيها وحطيها فيه، ما كانش بقى طالع له ريحة في المطبخ ولا اي حاجة خالص. وبعد كل الاكياس دي كمان لفته في استرتش وعينته وكده بقى. اهو بعد ما فتحت عليه شايفة شكله تحفة تحفة كده بجد. وكمان لو عايزة، بصي لو عايزة تحتفظي بكمية كده في التلاجة، اغسليها من الملح اللي عليها دي، اغسلها خالص ولفيها برضو في كيسين 3 كده واسترتش، وعينها في التلاجة زي ما انت عايزة. بتوقف طبعا التمليح بتاعه خالص، وبيبقى عادي طبعا وقت ما تحتاجي تاكليه كليه. ولو انت بقى اهوت انا هعين كده شوية كده، هشيل منهم الملح خالص من غير ما اغسله. هشيل منه الملح كده، همسحه كده بالمناديل واشيل منه الملح، واحطه في كيسين 3 كده. برضو هلفه في استرتش وعينه في التلاجة، اللي بقى مثلا بعد اسبوع او 2، او زي ما انت عايزة بقى تسيبيه وبعدين تاكليه. هيبقى برضو لسه معاكي جميل ومتملح وحلو قوي. والباقي دي طبعا بقى زي ما انت شفتوه في الاول كده نضفته
وغسلته بقى وكلناه في نفس اليوم. وكان فعلا أكلة حلوة أوي أوي وتغيير. وبألف هنا بقى وشفا. قولي بقى رأيكم في الرصة دي وفي الصينية دي، اللي بيحبها بقى واللي فعلا بيحب الفسيخ وبيحب الحاجات الموالح كده، يقول لي بقى رأيه بقى في الأكلة دي وفي الصينية دي، وتستاهل كام ان انت عملتها كده بإيدك من الأول للآخر. ما اشتريتهاش. لو هتشتريها بجد بتتكلف كتير قوي، انما انت لو ملحتها بتوفري معاكي كتير، وبتبقى عاملة الحاجة بإيدك وعاملة الحاجة كده ليكي كده ولولادك من ايدك، بجد بتبقى حلوة قوي قوي. وحتى لو حد عايز يعمل مشروع برضو يعمله مشروع حلو والله، وفيه برضو مكسب حلو. وشكرا قوي يا حبايبي لوقتكم ومشاهدتكم، واشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو الجاي. ما تنسوش بقى اللايك، وما تنسوش الكومنت الحلو. ومع السلامة يا حبايبي، اشوفكم على خير الفيديو الجاي.